يا مساء الفل، عاملين ايه؟ ماتش الاهلي والزمالك لسه خلصان من مفيش حوالي ساعه. حبيت بقى اتكلم معاكم كده بقى عشان الماتش مليان كميه حاجات كتير جدا. ماتش بدرجه مثلا جيد جدا، ماتش حلو جدا، فيه حاجات كتير قوي، فيه اخطاء هنا استغلها هنا، وفي اخطاء حصلت من الناحيه التانيه استغلها ايه لعيبه الاهلي. خلينا نبدا كده نتكلم سير الماتش كان بادئ ازاي، والزمالك بدأ ازاي، والاهلي بدأ ازاي، وايه كان سر اخطاء الاهلي في الاول اللي خلت الزمالك يبدأ يضغط على الاهلي ويدوس على الاهلي في الاول الايه الشوط الاولاني كله تقريبا. خلينا نتكلم كده الاول ان تشكيل الاهلي والزمالك، بما ان الاهلي هو عامه الزمالك قصدي هو صاحب الارض. فالزمالك بدأ عندك عواد بيلعب قدامه من اليمين للشمال، بيبدأ من عمر جابر، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، احمد فتوح. بيلعب قدامهم اتنين ارتكاز، او هما ما كانوش ارتكاز قوي، او هو يعتبر واحد ارتكاز بس هنقولها هو 6 و8 و10. هما بيلعب 4 2 3 1. الاتنين اللي كانوا يعتبر بيستقبلوا او بيبقوا دايما تحت الكوره دونجا وعبد الله، وقدامهم احمد حمدي. بيلعب يمينهم زيزو، شمالهم ناصر، قدامهم الجزيري. خليني لازم اقول للثلاثه بتوع نص الملعب شكرا. اول واحد لازم اقول له قبل ما اكمل اي حاجه، عبد الله السعيد بجد شكرا على اللي انت عملته النهارده. دور دفاعي كويس جدا، دور هجومي احسن ما يكون، في ظل ان انت بتدافع بالسن ده باللي انت عندك ده كله بشكل عام، وانك قادر بتطلع بالكوره لحد الدقيقه حاجه وتقريبا الدقيقه 70 بتدوس على الكوره وتطلع وبتدي سروقات. فشكرا جدا على اللي انت عملته. خلينا بقى نشوف بقى الاهلي بدا ازاي، وده اللي انا قلته ان الاهلي هيبدا كده، والاهلي ما عملش كده اصلا. يعني اللي انا كنت متوقع ان الاهلي يبدا بيه عشان يكسب، الاهلي ما عملش بيه خالص، وده كان سر غلطه كولر النهارده اللي استغلها جوميز. طب هي ايه بشكل عام؟ ان انت بدات تشكيلك برده 4 2 3 1 عادي جدا، بدات بالاربعه اللي ورا زي ما هم، وبما ان معلول رجع لك فانت لعبت بيه، ولعبت بمحمد هاني ورامي ربيعه وعبد المنعم، وطبعا وراهم شوبير. لعبت باثنين في نص ملعب، هي دي بقى اللي كانت غريبه بالنسبه لي، انك انت تلعب باثنين ارتكاز، ندفيد وكوكا. هم بقالهم كتير جدا ما لعبوش مع بعض، وبقالهم كتير جدا اساسا ما لعبوش، ولعب قدامهم قفشه اللي هو طبيعي بيلعب الفتره الاخيره دي. بس الفكره ان الثلاثه بتوع نص الملعب ما عندهمش حميه ان انا اخد الكوره وادوس واروح واقدر اسلم واستلم واقف على الكوره. ما عندهمش الحركه بتاعت امام عاشور خالص، ولا عندهم الحركه اصلا بتاعت مروان اللي هي الصداده. فكان عندك مشكله كبيره جدا 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 في نص الملعب، بالاضافه لان انت كملت على مشكله نص الملعب بان انت حطيت لها طاهر. وانا قلت لكم طاهر مش بتاع سبرنتات ولا سرعات ولا الكلام ده، والاهلي فعلا نزل استنى الزمالك. والناحيه الثانيه لعبت بعمر كمان. فانت كنت مقعد رضا سليم، ومقعد عبد القادر، ومقعد كمان ايه اسامه ابو علي. ودي الحاجه الثالثه اللي جوميز عملها، ان انت بدات بمودست، مش هو اللي يبدا ماتش الاهلي والزمالك، بالعكس اسامه ابو علي من ساعه ما نزل كانت الدنيا مختلفه تماما مع فراوده الاهلي. فكره ان انا لعيب بقدر استلم وبوقف الكوره محطه حلوه، وفي نفس الوقت ببدا الف واقدر اسلم للناس اللي معايا، وممكن ان انا الف واشوط في زي الكوره اللي هو لحقها في الاخر المسلوسي منه. خليني اقول لك بقى كده، دي كانت غلطه الاهلي اللي عملها. غلطه الزمالك بقى اللي كان الاهلي استغلها في اخر الشوط الاولاني بعد الجون، وكذلك قبل اخر الشوط الاولاني، وكذلك في الشوط الثاني، هي فكره ان دايما كان الاهلي بيلعب على فكره انه بيفضي واحد من الاثنين بتوع نص الملعب، الراجل اللي هو كوكا اللي بيزيد، او ندفيد لما بيزيد، هو واحد فيهم كان بيزيد والتاني بيوقف. ففكره ان اللي كان بيزيد منهم كان قفشه دايما بيرحل وهو بينزل مكانه. تمام. فبتلاقي ان في قلب نص الملعب الراجل بيستلم ما بين الثلاثه بتوع نص الملعب بتوع نادي الزمالك، وبيقدر يروح ان هو بيبقى خلاص بيبقى ضرب الاثنين بخط من البوكيتسات اللي بتبقى موجوده، بيبدا يضغط وينزل في البوكيتس، فبيبقى خلاص هو قدامه ضرب الاثنين اللي هم 6 و8 بتوع نادي الزمالك، 8 و10 قصدي بتوع نادي الزمالك، وبيبدا يلعب على فكره ان انا رايح انا ودونجا. فخلاص، والاهلي طبعا طبيعي بقى الهافين بتوعه بيخشوا، وفي نفس الوقت الفيرويد بتاعهم. فدي كانت الكوره دايما اللي الاهلي كان بيعتمد عليها. طب الزمالك كان بيلعب على ايه؟ الزمالك كان دايما بيلعب على تجميعات، بيجمع لعب يمين وشمال، ويفضل يقدم بيها تجميعات لعب مربعات مربعات او مثلثات، بيفضل يجمع 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 يجمع. والكره ايه البليسنج اللي بتتلعب اتلعبت 20 مره تقريبا، الزمالك ما استغلهاش ولا مره. يا اما الكنترول وحش جدا من اللعيبه، يا اما فينش وحش، كانت باينه جدا جدا جدا. خليني اقول لك ان النهارده الجزيري لو ما كانش جاب الجونين دول حرفيا كان الراجل ده اتداس على وشه النهارده، لازم اقولها كده الصراحه. عمل ماتش حلو في حاجتين تحفه. هما ايه؟ اول حاجه طبعا السبرنتات، دايما الجزيري كعبه عالي على السيرفيكات بتاعت الاهلي، دايما غلطات كتير جدا من سيرفيكات النادي الاهلي هو كان بيستغلها، وفي نفس الوقت ان هو سريع عنهم، فكان قادر يبقى في الحته دي. تاني حاجه هو كان قادر يبقى محطه، بس ما كانش عارف يسلم ويستلم زي ما كان سامسونج ممكن يعمل. خليني بقى اقول لك بقى الغلط اللي الاهلي كان بيعمله دايما، ان الاهلي بالثلاثه بتوع نص الملعب اللي هم مش قادرين اصلا يسلموا ولا يستلموا، ان هو رجع لل 30 متر الاخيره وفضل يستني نادي الزمالك. كان ال 11 دايما اول واحد بيقابل من نادي الزمالك، اول واحد قصدي من نادي الاهلي بيقابل اول لعيب مع الكوره من نادي الزمالك بعد اول ما بتعدي النص. اول ما بتعدي خط النص بتلاقي موديست على طول في وشك.
الاهلي كان دايما بيسيب الاثنين بتوع اللي هم السيرد باكات بتوع نادي الزمالك او الثلاثه، اللي الراجل اللي بينزل معاهم اللي بيستلم، ما دام انت عند نص ملعبك، اول ما بتخش نص ملعبك بيبدا يضغط عليك، فانت كنت عامل تكتل، والزمالك كان عايز التكتل ده. ليه؟ لان الزمالك اساسا بيلعب مربعات كتير جدا ودايما بيحاول يجمع لعب، فما عنديش مشكله، وعندي صناع لعب كتير جدا، منهم ناصر، منهم عبد الله، منهم احمد حمدي، فانا قادر ان انا العب عليك مربعات كتير ومثلثات واحرك، ومعاهم فتوح بيخش، وكان معاهم زيزو بيخش. فكل ده كان بيدينا انا اريحيه ان انا العب كوره. وكمان الكوره لما كانت بتترد كانت بترجع تاني للثلاثه اللي ورا اللي عندي، اللي هم السيرد باكين ومعاهم فتوح دونجا. فكان الزمالك دايما مرتاح قوي في الحته دي، لان انت كنت كل الفرقه انت منزلها لورا، فالاهلي كمان كان المفروض الطبيعي انه يريح على الاقل 20 متر، تمام، ويبدا يضغط على الزمالك من قدام شويه، من قبل نص الملعب بشويه، بحيث ان انت تدي لنفسك مساحه ان انت ما تتضربش كتير. دي اول نقطه. او تاني نقطه غلط فيها كولر بعد التشكيل. طيب بالنسبه بقى لاهم نقطه كولر عملها، هي التبديلات. طبعا هي التبديلات نزلت الثلاثه اللي يمكن الاولانيين اللي هو نزل بيهم، اللي هم رضا سليم واسامه ابو علي والسوليه، دي كانت اهم ثلاث تبديلات، والمفروض ان هو اصلا كان يبدا بيهم، ودي كانت اكبر غلطه عنده. طيب هو نزل رضا سليم مكان طاهر زي ما قلت لك، لان طاهر لعيب مش بتاع ان هو يجري، لعيب مش حركه، هو لعيب بيحب يقف ويستلم ويسلم ونبدا نلعب كوره، والاهلي ما كانش قادر يعمل الحركه دي، فما كانش بالنسبه له قادر يظهر بيها طاهر بالشكل القوي جدا. طيب بالنسبه بقى للنقطه الثانيه، ان هو نزل اسامه ابو علي طبيعي فيرود، وزي ما قلت لك هو عمل حركيه كبيره جدا قدام منطقه الجزاء وجوه منطقه الجزاء عند نادي الزمالك، وادى اريحيه كتيره جدا للي جاي من ورا انه يقدر يستلم براحته. بانت في الجون اللي الاهلي جابه لما دخل هو ودخل بعديه كمان رضا سليم تقريبا الناحيه الثانيه، كانت فارقه جدا من ساعه لما رفعها، مش فاكر مين اللي رفع والله، تقريبا عمر كمال. فالمهم يعني ان كان عندك انت اديت اريحيه لقفشه اللي جاي، واديت اريحيه كمان للراجل اللي كان جاي مع السوليه، او السوليه تقريبا اللي كان رافع. المهم يعني ان هو كان بيدي اريحيه جدا للناس اللي جايه من ورا، فدول كانوا اهم حاجتين كانوا لازم يعملهم. تالت حاجه اللي هو عملها بالنسبه لي يعني قويه جدا، هي فكره السوليه، لان السوليه تقيل تقيل في الارض حرفيا، رايق وبيلعب كوره وبيروح وبيجي وبيسلم وبيستلم، وبيقدر يلعب لك يقدر يلعب لك او هو بصير بشكل عام، ان اقدر بشوف واقدر العب لك الكوره وخلصت هي كوره بوديك. حتى لما بيتضغط عليه باثنين وثلاثه من الزمالك مش بيتلهوا كده، مش بحسش ان هو متوتر، بالعكس خالص، عادي بروح وبسلم وبستلم وبلعب وبنزل وبفضي مساحه، وببقى انا موجود قدام الراجل اللي بيسلم الكوره بشكل عام، ببقى انا قدامه كمفتاح قدامه، ان انا اقدر انا اللي استلم منك الكوره واقدر اروح بيها، فما كانش عنده مشكله. فدول كانوا اهم ثلاث تبديلات بالنسبه لي. انا بالنسبه لي فكره كهربا مع كوكا دي غريبه جدا، ان انت لما شلت كوكا، انا مش فاكر شلت كوكا ولا ندفيد تقريبا واحد فيهم، او نزل كهربا. انا فكره اصلا نزل كهربا في الدقيقه 91 دي ما فهمتهاش، اللي هو ليه اساسا انت بتنزل الراجل ده؟ يعني بتنزله ليه دلوقتي وانت خلاص الماتش خلاص اتقفل والزمالك هيبات ورا، ما هي معروفه خلاص اصلا انت في الدقيقه 91 و 92، فشكرا. فده على اساس ايه؟ والزمالك كمان بيلعب معاك على الكونتر اتاك على الثلاثه اللي قدام، فدي ما فهمتهاش. اللي عجبتني قوي من كولر فعلا هي تبديله احمد عبد القادر، ان انت لما سحبت محمد هاني، لان انت كنت بتلعب يعتبر باثنين سيرد باكات. انا بالنسبه لي عمر كمال في الهجوم مش اللي هو يعني، هو احسن من هاني، بس مش اللي هو برضو تروح تلعب بيه كهاف خالص. فانا هو كان حاطه كجبهه عشان تقفل على ناصر وعمر وفتوح، بس بالنسبه لي برضو لا. فهو لما نزل عبد القادر مكانه ورجع عمر كمان لورا، فرقت جدا 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 مع لعيبه الاهلي، ان انت بقى عندك رضا سليم وبقى عندك الناحيه الثانيه عبد القادر، اتنين لعيبه كويره بيعرف يروح واحد على واحد، ولو سبت واحد على واحد هيروح، وراح اكتر مره. والدليل على كده هو نزلها بعد ما الزمالك نزل نيمار، ففرقت كتير جدا، لان نيمار اصلا دفاعيا وحش، فهو قشطه. حتى في الجون لو انتوا شفتوا في كوره الجون كانوا في اتنين وعمر، نيمار المفروض كان طبيعي يروح يغطي مع عمر عشان يقفل الزاويه، لو نيمار راح مع عمر كانت الكوره دي مش هتتلعب، بس نيمار عمل ايه؟ الناس كلها بتجري كده ونيمار راح راجع كده، ما اعرفش يعني ايه الفكره، رجع كده وبعد كده راح راجع تاني، بس راجع متاخر، فخلاص الحته دي اتضربت عند الزمالك فخلصت، ولعيبه الزمالك طبيعي كلها راحت عند ال6 يارده، فالموضوع بقى ايه؟ بعيد جدا جدا. كوره دخل عبد القادر حط وش رجله ولا سن رجله، خلصت. فالتبديلات يعني متاخره، يمكن الثلاث تبديلات الاولين كانوا كويسين ولحقوا الاهلي بشكل عام، بس التبديلين التانيين كهربا انا ما فهمتوش، وعبد القادر برضو متاخر شويه. ده كده بشكل عام ملخص الاهلي، والاهلي ليه خسر، وكانت ايه اخطاء الاهلي واخطاء كولر، وكولر هو اللي يتحمل المسؤوليه النهارده، لان هو كان المفروض يبدا بدول، بس هو حب وفكر في دماغه ان انا افضل اخش مع الزمالك 0-0 لحد اخر نص الشوط الاولاني او بدايه الشوط الثاني، وابدا انزل بقى الناس دي، فكل لعيبه الاهلي الزمالك مجهده فاقدر العب مرتاح. فهي ما خدمتوش وما سعفتوش بالجون اللي جابه الجزيري في الاول، فخلتك انت اللي بتجري ورا النتيجه.
فدي كانت اكبر حاجه غلطت فيها الاهلي. كان كل اللي بيعمله ان هو بيحاول يفضي مساحات ما بين الثلاثه بتوع نص الملعب بتاع نادي الزمالك بواحد، لان في اتنين، واحد بيسقط يستلم والتاني بينزل وراه، فطبيعي بياخد واحد من بتوع نص الملعب بينزل معاه، فبيفضي لدونجا هو اللي بيفضل مع الراجل اللي بينزل ما بينهم وبيطلع يلعبها له، وبيبدا الاهلي بقى يحرك لعب. كل الاهلي الكور اللي لعبها عرضيات كلها بالون، مفيش اي حاجه الاهلي عملها ده. طب خلينا نبدا بقى على الزمالك على النقيض. الزمالك عمل ايه؟ الزمالك لعب ماتش قوي جدا فنيا وتكتيكيا وكل حاجه، لعبته كانت واقفه على رجليها ولعبته كانت قادره تلعب كوره، وحتى في عز الضغط كان الزمالك قادر يطلع بالكوره. طبيعي عنده خمسه تقال جدا يا جماعه في نص الملعب بيقدر يطلع بيهم بالكوره. خلينا نبدا كده تشكيل الزمالك. الزمالك بدا زي ما قلت لكم عواد، عمر جابر، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، فتوح، بيلعب باثنين في نص الملعب، عبد الله ومعاه دونجا اللي لازم اشكره هو وعبد الله جدا، قدامهم احمد حمدي اللي ما كانش احسن حاجه النهارده بس كان قادر برده على لعيبه الاهلي بسم الله ما شاء الله عليه. تلعب قدامهم يمين وشمال زيزو وناصر اللي كان عامل فكره جامده قوي هقولها لكم عليها، والجزيري. ايه هي بقى الفكره اللي كان الزمالك بيلعب بيها؟ زي ما قلت لك ان الزمالك كان بيجمع لعب سواء هنا بمربع او هنا وبيروح له الناحيه الثانيه دونجا واحمد حمدي اللي كان دايما مشترك في المربعات دي، وبيروح لهم بيزيد كمان معاهم عبد الله، فبتبدا تلعب وبعد كده واحد فيهم بيروح لاعب التشيب يا اما للجزيري يا اما واحد منهم بيخش. تمام، زي ما حصلت اكتر من مره، سواء حصلت مع الجزيري سواء حصلت مع احمد حمدي لما دخل. فكان الزمالك دايما بيلعب اللعبه دي، والاهلي كان مسألها له ان الاهلي كان قاعد ورا، فبالنسبه لي تمام انت كده مش ضاغطني انا في حاجه، فتمام قوي. ففي الارتداد انا عندي ثلاثه ورا كده كده قافلين الدنيا. فدي كانت اهم كوره الزمالك بيلعبها طول الماتش. احلى حاجه بقى ناصر كان بيعملها ان ناصر كان بيخش ونص ملعب كمان زياده، صانع العاب يعني، بيلعب وينج واوقات لما بيفتح لفتوح هو بيضم وبيخش في نص ملعب. حتى الجون الاولاني اللي الزمالك جابه ناصر هو اللي نازل مستلم من تحت مع احمد حمدي في نص الملعب ولف، وبعد كده لعب لموتيابا وموتيابا لعبها له، وبعد كده ايه راحت للجزيري. خليني اقول لك ان طبعا الزمالك حظه وحش جدا في التبديلات الاولانيين اللي هم زيزو وفتوح، علشان طبعا للاسف يعني تبديل ملوش اي لازمه. بس الصراحه موتيبا عمل ماتش حلو عجبني الصراحه النهارده، بس هو طبعا في الاخر لسه الراجل حساسيه الملعب لسه مش قدامه في ماتش كبير جدا انت بتنزله، بس كان قادر برضو قطع كذا كوره حلوه وضغط على لعيبه الاهلي، وكان قافل مع عمر في الاول، مع عمر جابر في الاول لحد ما بدا بقى التغييرات والكلام ده كله. الزناري برضو لما نزل عمل ماتش حلو جدا، وبرضو فتوح عشان الاصابه. النقطتين بقى اللي انا ما فهمتهمش، او النقطه اللي انا ما فهمت، او خلينا نقول في النقطتين، هما النقطه الاولانيه ان طبعا كان لازم يخرج حد من، خلاص بعد الهلك اللي حصل في نص الملعب كان طبيعي انك تخرج حد من الثلاثه بتوع نص الملعب، سواء بقى مش ثلاثه نص طبعا دونجا، لا انا بتكلم عن الثلاثه اللي هم عبد الله واحمد حمدي وناصر. الفكره ان انت طلعت الثلاثه، فانت كل الناس اللي عندك بتاعه الكوره او اللي بتمسك كوره وبتلعب مع زيزو كمان اللي اتصاب مع فتوح اللي كان ماسك كوره، فانت ما بقاش عندك حد بيمسك كوره، ما بقاش عندك حد بيقف على الكوره خالص، فانت ما بقاش في حد في نص الملعب. انت كل اللي انت عملته انت نزلت محمد شحاته عشان يبقى 6 مع 6 ويقفل، وانت ما اديتوش التاحه في الاول ان هو يطلع ويهاجم. فكان محمد شحاته كل اللي هو بيعمله ان هو واقف 6 تاني 2 6 في نص الملعب، فانت ضغطت فرقتك قوي في اخر 20 متر او 25 متر في الملعب، ان الاهلي ماسكك غسلك جوه. تمام، عرضيات على كورنرات وانت سايب له المساحه دي، لان انت خلاص انت قافل في الحته دي، ما كانش ليها وقتها لان انت لسه اصلا كنت في الدقيقه 70، فكان الموضوع لسه بدري قوي ان انت اصلا تقفل باخر 20 دقيقه ليه كده. فدي انا ما فهمتهاش. بس انت نزلت الراجل قلت ماشي، بس طبيعي ان ما كانش الثلاثه، يعني على الاقل كان هو واحد، ممكن كنت تطلع عبد الله عشان السن والكلام ده وعامل السن، وتبدا تنزل شحاته وتضخه ويبقى قدامه مثلا احمد حمدي وناصر زي ما هو، او لو هتشيل برضو واحد تاني منهم على اساس انك نزلت سيف، فبرضه هتسيب واحد فيهم كوره بيلعب كوره، لكن انت ما سبتش حد خالص. فدول انا في التبديلتين دول انا ما فهمتهمش. هي لو تبديله واحده ماشي، يعني انا هقول عشان البدني وعشان السن وعشان العامل ال السن واللياقه والحاجات دي كلها، فهتفرق مع عبد الله، لكن الاثنين التانيين ان انت ما بقاش عندك حد بيمسك كوره خالص ولا بيروح، فانت كده اديت للاهلي اريحيه جدا، وده كان ناتج عن ان انت بعديها على طول ايه جه فيك الجون الاول، لان خلاص انت رجعت ورا زون قفلت خالص. تمام، والاهلي الطبيعي عرضيات، والاهلي دايما حظه في الكور اللي هي بتبقى دب طخ دي، بتيجي كوره كده بتروح تك زي ما حصل بالظبط النهارده. تبديل بقى احمد حمدي مع نيمار دي اللي ما فهمتهاش، انت نزلتها على اساس تنزل دفع هجوميه يقدر يروح، بس انت ما اخترتش حد عنده فكر وان هو لما يروح يفنش. الراجل راح بكورتين بلاطه، يعني لو باصه او راح 4 في كوره راح 4 2 من موتيابا، طبعا غلط من موتيابا دي واحد، في كورتين بقى راح بيهم سيد نيمار، واحده لو باصه لموتيابا جنبه خلصت، لو باصه لشحاته خلصت. ففي كذا كوره كان لازم يبقى عندك لعيبه تانية، كنت لازم تبدا تحرك اللعيبه التانية اللي انت معاها بره، اللي هم زي مهاب وزي احمد عاطف اللي انت ما دخلتهمش اصلا التشكيل. فهنا بعيد بس عليك في جوزيه جوميز في الحته دي ان انت اصلا ما عندكش لعيبه، وبتختار لعيب مش موجود مع الفرقه بقاله كتير جدا 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 ما بيلعبش مع الفرقه.
مطوشه وتنزلوا ماتش اهلي وزمالك. عشان كده لما راح حتى بعد 2-1 صعبه جدا يا جماعه، صعب جدا. فدي كانت مشكلتك. المشكله اللي لعب عليها الاهلي زي ما قلت لك هي ان هو بيفرغ مساحات لعب وبيلعب عليها عليك، وانت كنت بتحاول تقفلها بالثلاثه بتوع نص الملعب. بس هم مجهودهم لسه، اللياقه بتاعت نصر لسه شويه، واللياقه كمان بتاعت احمد حمدي لسه. فاللي كان قافل لك وسدد لك النهارده هو عبد الله السعيد. فبجد شكرا لعيبه الزمالك على الماتش، وشكرا على الكوره اللي عملتوها النهارده. وكان الزمالك في امكانه في نهايه الشوط الثاني ده ان هو يخلص الماتش ده 3-4-1 حرفيا. الماتش كان ممكن يروح في حته ثانيه، بس للاسف الفينش لازم تقعد مع كذا لعيب في الفرقه، لان في كذا لعيب فعلا الفينش بتاعه وحش جدا. ولازم تبدا تدخل الناس الجديده اللي عندك اللي انت اصلا ما لعبتهاش لحد دلوقتي. مهاب لعب يعديوب كام دقيقه برضه، نفس الكلام زياد كمال كان ممكن يفرق معاك النهارده في نص الملعب. كان عندك برضه نفس الراجل اللي هو احمد عاطف اللي محدش شافه. عملنا ماتش حلو جدا بجد، استمتعت بالكوره. صحيح الزمالك بيضيع كتير قوي وبيحرق دم الواحد، بس عملنا ماتش وكسبنا. فرق بقى زي ما قلت لكم 6 بونت. هتلعب على وقع الاهلي، ولسه في ماتش بينك وبينه، وان شاء الله الزمالك كمان يكون خلاص شد حلو اكتر في نهايه الدور، يعني في نهايه الدور الثاني عامه، انك هتقابل الاهلي لسه في الدور الثاني في الجوله ال10 برضه. فان شاء الله يبقى الزمالك قادر ويدوس ويكسب تاني. وبجد شكرا على الكوره، واتمنى الفتره الجايه نركز بقى. خلاص صفحه واتقفلت، ودي اهم حاجه، صفحه الفوز النهارده اتقفلت. وشكرا شكرا 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 لجمهور نادي الزمالك رقم 1 في كل حاجه واي حاجه بالنسبه لنادي الزمالك، هو الداعم الاساسي والاول وكل حاجه. كميه الشكر الكبيره ليهم بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا. ونقفل صفحه نادي الاهلي، خلاص ماتش خلص وانتهى، ونخش بقى على نص نهائي الكونفدراليه اللي هنلعب فيه هنا الاول. واتمنى ان الزمالك يركز ويخلص الماتش ده. اشوفكم على خير، ويلا سلام.